بينما يسعى النادي الأهلي دائما لتعزيز قائمته بأفضل العناصر، يواجه الجمهور مشهدا محيرا. ثلاثة من ألمع المواهب في قطاع الناشئين والمنتخبات الوطنية يسطعون على الساحة الدولية، ومع ذلك يظلون خارج حسابات يستروب المدير الفني للفريق الأول. السؤال الذي يطرحه الجميع: لماذا لا يستغل الأهلي كنوزه قبل أن تضيع كما حدث مع أجيال سابقة؟ حمزة عبد الكريم مهاجم يتصدر المشهد في خط الهجوم. اللاعب نجم نجوم منتخب مصر تحت 17 عاما، تألق في كأس العالم للناشئين في قطر وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فنزويلا. يمتلك حمزة عبد الكريم حضورا بدنيا وسرعة وقدرة تهديفية واضحة تجعله من أهم عناصر المنتخب، ومع ذلك يبقى بعيدا عن حسابات الفريق الأول، بينما حاجة الأهلي الملحة لمهاجمين قادرين على ترجمة الفرص إلى أهداف. أحمد عبدين صخرة الدفاع القادمة في خط الخلفية. يبرز أحمد عبدين مدافع منتخب مصر للشباب والنادي الأهلي الذي تألق في مونديال الشباب بتشيلي. اللاعب قدم أداء دفاعيا رصينا وتمت الإشادة به من الخبراء، لكنه لا يجد طريقه للمشاركة مع الفريق الأول. القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها تؤهله ليكون ركيزة أساسية في الدفاع، وقد أطلق عليه المحللون لقب الصخرة. مهند الشامي الجناح الطائر على الرواق الأيسر. مهند الشامي الظهير الأيسر لمنتخب مصر تحت 17 عاما قدم مستويات مميزة سواء أمام فنزويلا أو هايتي بفضل سرعته وقوته البدنية ودقة عرضياته. ورغم هذه الإمكانيات يبقى بعيدا عن حسابات المدير الفني للأهلي دون أي فرص حقيقية للظهور مع الفريق الأول. أين هم من الأهلي؟ ولماذا لا يشاركون؟ الجماهير تتساءل: هل سينتظر الأهلي رحيل هؤلاء اللاعبين كما حدث مع مواهب سابقة؟ مستقبلهم يبدو واعدا وقدرتهم على إضافة الكثير للفريق الأول واضحة، لكن استمرار تجاهلهم يهدد مسيرتهم ويضع علامة استفهام حول سياسة استثمار المواهب داخل القلعة الحمراء.